صناعة السجاد الإيراني والعجمي هي إحدى أهم الحرف والفنون في إيران. صناعة السجاد جزء أساسي من الثقافة الفارسية، ويعود تاريخها إلى العصر الساساني القديم، وتعتبر إيران حالياً أكبر مصدر للسجاد في العالم. وينقسم السجاد الإيراني إلى قسمين: الأول سجاد إيراني قبلي، ويمتاز ببساطة الرسوم والألوان الزاهية والملمس المخملي وطول الوبرة الصوفية. أما الصنف الثاني من السجاد الإيراني فهو الحضري، ويسمى بحسب المدينة التي يصنع فيها، ومن أهمها مدينة تبريز التي اشتهرت بصناعة السجاد الحريري ذي النقوش الهندسية والألوان القاتمة كالأحمر القاني والأزرق الداكن. خضع هذا الفن إلى العديد من التغييرات في عصور مختلفة، وازدهرت هذه الصناعة مع الزحف المغولي في عهد الدولة التيمورية. الصوف والقطن والحرير هي الخامات التي يصنع منها السجاد، واختصت المدن بصناعة السجاد الحريري ليتناسب مع الحياة المرفهة لأهلها، بعكس البدو الذين يصنعون السجاد من الصوف والقطن فقط. عدد العقد في السنتيمتر الواحد يحدد قيمة السجاد، فالسجاد 12 عقدة أقل قيمة من سجاد 24 عقدة، والسجاد الأثمن به 64 عقدة في السنتيمتر. وكلما زاد عدد العقد ارتفعت قيمة السجاد الإيراني.